انا دلوقتي في شارع النوادي اهو. ده اللوتس الشمالية اهي، ده اخر اللوتس الشمالية هناك. هدخل الشارع ان شاء الله. ده الحارة البطيئة، وده الشارع اللي فيه الحاج سيد في اللوتس الشمالية. ما شاء الله عنده شقق في العمارة، كذا شقة، وربنا ييسر الخير اهو. الشمس ضاربة اهي. هو في صف العمارات اللي في الوش دي على الشمال. هدخل الشارع واخش شمال. العمارات اللي في الوش دي الشمس اهي تعتبر ما شاء الله شرقية، الشمس ضاربة فيها بسم الله ما شاء الله من الصبح اهو. وبرضه هندخل الشقة ونتفرج. الساعة دلوقتي بالظبط 7، يعني تعتبر 8 إلا 5. بسم الله ما شاء الله. احنا في الدور التاني، او شقته هو في الدور التاني، محدش عارف نصيبه فين. ربنا يقسم الخير يا رب. اول ما تدخل الشارع هو جنبها اهو مكتوب مسجد احمد مؤنس على العمود اهو. حلو ان يبقى جنبك مسجد حتى لو صغير. وبيبقى فيه ورا الشوارع الاعرض من ده الصف التاني، تاني صف من النوادي. بيبقى فيه في الشوارع الصف التاني والتالت شوارع اعرض من دي، وفيها مساجد وفيها خدمات بقى جوه. اهي الشقة ما شاء الله الدور التاني هذا الشمس ضاربة فيه. ودي حتى الشمس ضاربة فيها في الدور التاني اهو. الدور التاني ما شاء الله اهو. ودي كمان. احنا العمارة ادي 1 2 3، يعني تمشي تالت عمارة. حلو، مش وحش. ربنا ييسر الخير حيث كان ثم رضينا به. اللهم يسر لنا الخير حيث كان ثم رضينا به. هي غالية شوية، شويتين، ولكن زي ما بيقولوا شقة العمر. دلوقتي انتبهت ان انا جنبي جاور ليه على طول في بلكونة، خدتش بالي منها خالص غير دلوقتي اهو. البلكونة الاولانية اللي على الزاوية هي دي الشقة المعروضة، واللي جنبها مجاورة ليها، بس مش مشكلة، بينكوا حيطة وفي خصوصية، وبعدين دي صالة مهيش غرفة نوم. نخش بقى، يا رب تكون البوابة مفتوحة. ايوه، الله يخليك، الله يخليك. ان شاء الله تبقى الشقة مفتوحة. انا ما قلتلوش ان انا جاي، فللاسف العمارة مقفولة. ده المدخل منور اهو ما شاء الله، بدأ ينور فيه حاجات اهو. على فكرة احنا كده خدنا المعلومة اللي احنا عايزينها، حتى لو ما فتحش الشقة، حتى لو ما فتحش الشقة فهو معروف دلوقتي انها بسم الله ما شاء الله شرقية، تضرب فيها الشمس من الصالة، واعتقد من جنب العمارة كمان. الغرف هنشوفها دلوقتي، دي البراحة اللي جنب الشقة او جنب العمارة اهي. المفروض بقى الصالة، شباكين الصالة هم ضارب فيهم الشمس، وبعديهم الغرفة الأولانية والتانية والتالتة العمارة دي مضللة عليهم. بس المفروض إن الشمس هتعلى دلوقتي وهتضرب فيهم إن شاء الله اهي. واضح جدا. البلكونة اهي، دي أول حاجة البلكونة، بعد كده شباك الصالة وشباك الصالة جانبي، وبعد كده تالت واحدة غرفة، أول غرفة تاني غرفة تقريبا دي تالت غرفة اللي هو الشباك الأخير. شبابيك كبيرة بس مش باينة من هنا. شبابيك كبيرة في الحقيقة، أنا دخلت وشفت. أهي. باينة من هنا أكتر. شباكين في الصالة، أنا مصورها باب البلكونة، شباكين في الصالة، وبعدين غرفة 2 3 دول اللي ناحية الجار. في مطبخ بقى الناحية التانية من جوه،
بتبص على المناور، مطبخ وحمامات بقى، فما بيبقاش داخلهم نور قوي لان انت في الدور التاني. طبعا اللي في الدور الرابع واخد الشمس كلها مضروبة فيه، فليها ميزة وعيب. الحمامات كلها هتبقى منورة، المطبخ منور، الكلام ده كله. فنخليها نشوف، ربنا ييسر الخير يا رب. اهي كان نفسي ادخل اصورها بس مقفولة دلوقتي.